السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير ان شاء الله. قبل ما نشوفوا الوصفة تاعنا تاع اليوم، نصلوا ونسلموا على افضل خلق الله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وصفتنا نهار اليوم هي عبارة عن جراتان شبيهة بزاف لطاجين الجبن. بسم الله. هنا في طنجرة ولا مرميطة، نديرها فوق النار، ندير شويه زيت وكميه قليله تاع الزبده. عندي طرف هنا، عندي انا نص صدر تاع الدجاج. هذاك الشيء اللي كان عندي درتو يتحمر، نحمره مليح ومن بعد نضيف عليه كميه قليله تاع البصل. هنايا البصل قلوه مليح ومن بعد ضيفوا عليه 2 فصوص ولا 3 تاع الثوم مسكرفتين، هكذا قلوهم مع بعض. هذه المرحلة مهمة، لازم تقلوا البصل والثوم مليح مع هذاك الدجاج. ومن بعد كي تشوفوهم تقلاو وطاحوا يعني بيان في الطياب، نضيفوا لهم هنا كمية تاع الملح على حسب لا كونتيتي، ونضيف التوابل اللي هما الفلفل الكحل والكركم وشويه زنجبيل. هكا نبقى نقلي هذاك الدجاج مع التوابل حتى نشوفو تقلى مليح. انا قلت لكم هذه المرحله مهمه باه نتحصلوا على مرق بنين، ومن بعد نمرق ونخليه يطيب. بعد ما يطيب لي هذاك الدجاج، يعني يطيب تماما، تحصلوا على مريقه هنايا تكون خاثره وبنينه وكميه قليله، يعني ماشي بزاف. نحي هذاك الطرف تاع الدجاج، نحطه بجيه نفتو كما راكم تشوفوا. وهنا المرقه بعد ما تبرد يعني ولا تبرد شويه، نضيف عليها هنا انا عندي 3 حبات تاع البيض. هنا البيض بالنسبه يعني لا كونتيتي لكم رايحين تضيفوها تاع البطاطا، انا درت يعني 3 حبات كفاتني، وضفت عليها 2 مغارف كبار نتاع الجبن الطاري. هنا الجبن نديرو يعني اللي كان عندكم، الفرماج اللي راكم تخدموا به. ونضيف هنا كميه نتاع المعدنوس راني مقطعتها بهذا الشكل. ومن بعد نجيب الفوي ونبدا هكا كي شغل نخلط هذاك البيض، ونحاول نفتت هذاك الفرماج هكذا، نفتو كي شغل يبدا هكا قطع صغيره، هكا يندمجوا كامل هذوك المكونات مع بعض مع هذاك المرق. هذاك الوقت نجيب هذاك الطرف تاع الدجاج اللي كنت فتته، انا فتته غير هكا بيدي، يكون طايب يعني بيان، يعني تفتوه غير بيديكم تضيفوه. ومن بعد هنا انا عندي كميه تاع البطاطا راني قليتها، شوفوا كيف راني مقطعتها بهذا الشكل. يعني تقدروا تقطعوها الشكل اللي حبيتوه، ولكن من الاحسن هكا تكون مربعات احسن. هكا نبقى نضيف البطاطا هذيك بشويه. لازم هنا الكميه تاع المرق تكون كي شغل هكذا تغطي هذيك البطاطا. هنا نشعل الفرن تاعي يسخن، ومن بعد نجيب الانمول يعني هذاك اللي يدخل للفور، نفرغ هذاك الخليط تاعي كامل هنايا، نفرغه ونحاول نساويه هكا بسباتول، ما نخليش السطح نتاع البلا تاعي هكا كم مخلط. نحاول كيفاه نساويه مليح هكذا. وبالنسبه للطبق الاخير، هنا اللي عندهم الجبن المبشور، يعني من الاحسن يديروا طبقه نتاع الجبن المبشور. اما بالنسبه لي يعني ما كانش عندي الجبن المبشور، يعني هنا شوفوا انا استعملت غير هذا الجبن الطري، درت هكا قطع صغيره ووزعتها، حاولت نوزعها على كامل السطح نتاع الجراتان هكذا، ولكن غير بهذه الطريقه. وجات الجراتان تاعنا من اروع ما يكون. قلت لكم هذا الطبق يعني ولا هذه الجراتان شبيهه بزاف للطاجين الجبن. شوفوا هنايا بعد ما وزعت كامل هذاك الفرماج، قلت لكم الفرن تاعي راه سخون، ندخل الجراتا نتاعي للفرن، راني شعلت له غير من تحت هكذا مده 5 دقائق حتى 7 دقائق، يعني ما تفوتوش قيس ما هذاك البيض يتماسك. هنا عندنا كل حاجه راهي طيبه. وإلا كنتو دايرين الجبن المبشور من الفوق هكا شعلوا له غير شويه يتحمر هذاك الجبن ويذوب، ونحول الجراتا نتاعكم من الفرن، ما تخلوهاش تنشف لكم بزاف في الفرن، نحوها يعني قلت لكم مدة 5 دقائق ولا نحوها. شوفوا هنا وهي سخونة راني نقطع لكم قطعة من الجراتان هذا، كيفاه يجي يعني متماسك وفي نفس الوقت يجي مشمخ، يعني ما يجيش ناشف، ما يجيش هكا ناشف. المهم هذه هي الوصفة تاعنا، جات من أروع ما يكون. إن شاء الله يعني الوصفة تاع اليوم تكون نالت إعجابكم ونالت رضاكم، وجربوها في هذا الشهر الكريم. راهي يعني وصفة سهلة وخفيفة، تقدروا يعني توجدوها بالخف، ما من المكونات هذو دايما عندنا في الدار.
ان شاء الله يعني قلت لكم جربوا هذه الوصفة وتنجحوا فيها، وما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناة، ومع السلامة إلى الملتقى.